خلينا نختم الحلقة مع نجمنا الجميل أحمد حجازي من إيطاليا فيورنتينا. يا أحمد مساء الأنوار. مساء الأنوار يا كابتن، ازي حضرتك عامل ايه؟ وحشنا يا أبو حميد والله. وأنت والله أكتر يا كابتن، ربنا يخليك. يا سيدي مليون مبروك على الهدف الحلو بتاع النهارده دي، أعتقد عملت لك جو نفسي عالي قوي يا أحمد دي. والله يا كابتن الحمد لله، طبعا فضل من عند ربنا، يعني الحمد لله، يعني أول مشاركة مع الفرق أساسي، يعني الحمد لله ربنا يكرمني بجول، اكيد حاجه كويسه يعني. والحمد لله يعني الفتره اللي فاتت كلها حتى من اول ما انضميت الحمد لله انا بتمرن كويس، يعني الفرقه الحمد لله ماشيه كويس، وانا يعني اللي عليا بعمله يعني. المدرب قال لك ايه يا احمد بعد الماتش؟ لا والله طبعا الحمد لله الناس كلها فرحانه يعني حاسين ان انا يعني يعني الحمد لله، يعني عشان كنت الفتره اللي فاتت ما بلعبش وكده، فاول ماتش فالناس كلها الحمد لله مبسوطه، حتى هو اتكلم معايا كويس جدا بعد الماتش. يعني عايز اقول لك يعني انت قعدت 14 مباراه على الدكه دون مشاركه، يعني الله اكبر عليك، يعني تحملت ازاي الفتره دي يا احمد؟ بص يا كابتن والله يعني فعلا هي فتره صعبه جدا، يعني هي مش حاجه وحشه، يعني الحمد لله طبعا انت بتلعب في نادي كبير، المركز الثاني والثالث دلوقتي انت بتنافس على الدوري الايطالي من اول 3 فرق في الدوري الايطالي، فاكيد الفرقه الحمد لله فرقه قويه جدا. دي الحاجه الثانيه يعني انا من قبل ما انضم للفرقه كنت في الاولمبياد، فرحت الفرقه مصاب، فقعدت 20 يوم لحد قبل اول ماتش، فطبعا الفرقه مشيت كويس والفرقه ما فيش اي حاجه يعني الحمد لله حصلت، فالحمد لله الفرقه ماشيه كويس، فطبيعي جدا ان ما فيش فرصه تيجي، فانا الحمد لله كنت بتمرن كويس وكنت بعمل اللي عليا حتى في التمرين وفي اي حاجه، والفرصه لما تيجي انا موجود يعني. وانت اشتركت النهارده بديل لمين يا احمد؟ نعم يا كابتن معلش. اشتركت النهارده يعني انت اشتركت النهارده اساسي، مين اللي كان بيلعب الفتره اللي فاتت في المكان ده؟ بيلعب جونزالو رودريجيز وسافيت ورونكاليا. وليه غاب واحد منهم النهارده؟ لا هو النهارده ماتش الكاس، يعني تقريبا كان معظم الناس اللي ما بتلعبش النهارده كان ليهم الفرصه، ف دي حاجه كويسه، يعني لما النهارده يبقى ليك الفرصه ان انت تلعب اكيد لازم تثبت نفسك، ودي الحاجه الوحيده يعني دي الحاجه الوحيده اللي في ايديك، انت ما ينفعش تعمل حاجه غير كده، حضرتك عارف يعني يا كابتن. طبعا طبعا طبعا. عندك احساس يا احمد ان ربما المباراه دي تحطك، انتوا الماتش جاي عندكم مين، اودينيزي ولا مين؟ لا الماتش اللي جاي عندنا سامبدوريا. عندك احساس ان ممكن تشترك ولا يعني انت اخدت الصوره الجيده وربما تبقى في الصوره الاقرب لكن مش هتبقى اساسي؟ مش بتاعتك يا كابتن والله، يعني انت عارف لعيب الكوره مالوش في الكلام ده خالص. انا لا احساسك حضرتك يعني موجود مش موجود، انا يعني زي ما قلت لحضرتك الحمد لله انا بتمرن كويس وبلعب كويس لما بنزل، فدي مش بتاعتي اللي انا العب او ما العبش، دي مش بتاعتي يعني. بدات تتعلم شويه كلمات اللي انا العب يعني طبعا وتستاهل والله يا احمد، وهتجيلك فرصه تقعد 13 ماتش فعلا ما تلعبش وتنزل مثلا ماتش واحد ربع ساعه بعد كده تلعب ويبقى مستواك الحمد لله كويس، فده اكيد يعني ان انت بتتمرن كويس وان انت شغال كويس. طبعا اكيد. قول لي يا احمد، اتعلمت شويه كلمات طلياني ولا لسه؟ يعني الحمد لله يعني. طب قول لي كده كام كلمه على الماشي كده. لا خليها سر. بيانكو نيري يعني ايه؟ مين؟ مين؟ بيانكو نيري. لا بيانكو حاجه الابيض صح؟ يعني ايه؟ ابيض واسود، يعني اللي هو يوفنتوس. نيري ابيض واسود. اللي هو اليوفنتوس. وروسو نيري اللي هو الميلان. انت مالك ومال اليوفنتوس دلوقتي يا كابتن، انت عايز تحبسنا؟ ما انتوا دلوقتي اليوفنتوس الاول وانتوا الثاني والانتر الثالث. لا هنا اليوفنتوس مشكله عند فيورنتينا. يوفنتوس جامد جدا. يا احمد نتمنى لك كل توفيق وهنتابعك كده، ودايما يا رب تبقى رافع راسنا لفوق في ايطاليا يا احمد. ان شاء الله باذن الله يا كابتن، ربنا يخليك. اشكرك يا احمد، شكرا جزيلا.